تليفونين السنه دي مالهمش اي لازمه، وكان المفروض الشركات دي ما تنزلهمش. واول تليفون من سامسونج هو الاس 25 ايدج. فئه الايدج دي خلاص انتهت، وهو التليفون مش ايدج، يعني حتى السكرين بتاعته مش ايدج، هما بس سموه ايدج. وما بقاش بيبيع جامد زي الايدجز اللي فاتت اللي كانت معموله قبل كده، فقرروا ان هم مش هينزلوه تاني، فهو ما كانش ليه اي لازمه ان هو ينزل. وتاني تليفون ابل عملوه اللي هو الايفون اير. ايفون اير اولا كاميرا واحده ورا في الرير كاميرا اللي هي الاساسيه، وغير كده الموبايل رفيع جدا، فجم على البطاريه وجم على اوبشنز تانية جواه. فالناس بقت تنصح بعض ان هم ما يشتروهوش، وقرروا ان هم مش هينتجوا التليفون ده تاني. فليه يا جماعه بتعملوا كده؟ ما تخليكم في الحاجات اللي الناس عايزاها وتعملوها، وتعملوا ميد رينج فون قويه في فئه متوسطه تقدر ان هي تبيع. ده من وجهه نظري. من كتر الناس اللي انا بشوفها بتجيب التليفونات دي وتندم، او بيجيبوها لمجرد الترند، زي الفولد كده، الموبايلات الفولد اللي هي بتتقفل وتتفتح، الفولدبل دي ملهاش اي لازمه. وحاليا اسعارها نزلت تقريبا 90%. يعني اللي كان جايب تليفون مثلا نقول ب 70,000، التليفون بقى ممكن يبيع ب 10,000 دلوقتي. وده اللي انا بشوفه في السوق لما بنزل اتمشى او اشوف اسعار التليفونات. بس فاعملوا الحاجات اللي الناس عايزاها، مش الحاجات اللي انتوا عايزينها يعني بعد كده.